أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. جوجل نزلت موديل جديد لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي اسمه نانو بنانا. الموديل قلب الدنيا من ساعة ما نزل، بس أغلب الناس مش عارفة تستخدمه بالشكل الصحيح. طبعا أنت عارف يعني إيه نانو بنانا، وأكيد سمعت عنه قبل ما تدخل الفيديو. ولو أنت أول مرة تسمع عن نانو بنانا فهو موديل لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وعاوز أقول لك يا صديقي إن هو مش مجرد موديل لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي فقط لا غير، ليه استخدامات تانية كتير ممكن تستخدمها فيها، وده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. يعني مثلا هنعرف مع بعض ازاي نعمل صورة مصغرة للفيديو ده باستخدام نانو بنانا. مش الغرض ان احنا نعمل صورة مصغرة، انا هعرفك ازاي تبني مشهد زي ما انت عاوز على نانو بنانا، وكمان ممكن تعمل موديل لاي شخصية انت عاوزها. يعني مثلا انا عملت موديل لنفسي بالشكل ده، وكمان عدلت في البوزيشن بتاعه والرياكشن، وعدلت في كل حاجة وفي كل تفاصيله، وطلعت الزوايا اللي انا عاوزها كمان. وكمان ممكن تعمل دمج لكذا صورة مع بعض بشكل احترافي زي ما انت شايف بالشكل ده كده، وتبني المشهد اللي انت عاوزه بالتفاصيل اللي انت عاوزها، وده كله من غير اي تغيير في ملامح الشخصية. وحاجات كتير جدا ممكن تعملها بنانو بنانا الموديل الجديد من جوجل جيميناي. بس قبل ما نبدأ خلينا نصلي على النبي ولايك وشير. يلا بينا نبدأ. قبل ما أقولك إزاي تستخدم نانو بنانا بطرق مختلفة وتطلع نتائج تفيدك جدا في مجال الجرافيك، خليني أقولك إزاي تستخدمه بشكل مجاني. أول حاجة عندنا طريقتين، إن أنت تدخل على جوجل وتكتب في السيرش نانو بنانا، وبعدين تدخل على الموديل بتاع جيميناي اللي هو النانو بنانا. بس الموديل ده هيديك بعض الكوين الفري، يعني عدد محدود من المحاولات. وطبعا احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نستخدم الأداة بشكل مجاني 100% بعدد محاولات لا نهائي. فبكل بساطة هنروح على موقع تاني اسمه LM أرينا، ومن خلال الموقع ده هنستخدم أداة نانو بنانا بشكل مجاني 100% بعدد محاولات غير محدود. رابط الموقع هتلاقيه في الوصف، وكل حاجة هنستخدمها النهاردة هتلاقيها في الوصف. بكل بساطة هتفتح الموقع بالشكل ده كده، وبعدين هتسجل فيه بالإيميل بتاعك. الموقع هنا فيه كذا موديل ذكاء اصطناعي انت ممكن تستخدمه. طبعا احنا عاوزين نستخدم نانو بنانا، فهنضغط فوق على باتل وبعدين نختار دايركت شات. بعد كده فتح لي شات جي بي تي 5. طبعا انا مش عاوز استخدم شات جي بي تي 5، فانت ممكن تضغط على السهم ده وتختار اي موديل انت عاوزه. هتلاقي فيه جيميناي اللي هو النانو بنانا، او لو ضغطت على جنريت ايمج من هنا هيظهر لك نانو بنانا تلقائي فوق على طول، عشان هو احدث موديل توليد صور بالذكاء الاصطناعي. بس كده انت كده بتستخدم موديل نانو بنانا بشكل مجاني 100%. تعال اقول لك ازاي تستخدم نانو بنانا بشكل احترافي وتطلع منه نتائج عظيمة جدا. طبعا زي ما قلت لك احنا هنستخدمه في كذا حاجة، وهنعمل بيه كذا حاجة ممكن تفيدك في مجال الجرافيك. اول حاجه ممكن نعملها اللي احنا نعمل صوره مصغره للفيديو ده، فتعالوا نعمل صوره مصغره للفيديو ده باستخدام نانو بنانا. اول حاجه بنكتب وصف الصوره المصغره اللي احنا عاوزين نعملها. انا مثلا عاوز الشخصيه اللي هتكون في الصوره المصغره اللي هي شخصيتي، عاوزها قاعده مثلا على موزه كبيره صغيره على شط في بحر ورا خضره وهكذا. فهنكتب لشات جي بي تي تعمل لي برومبت بالتفاصيل دي. فقلت لشات جي بي تي يعمل لي برومبت او وصف للصوره بالتفاصيل دي، فاداني الوصف ده. فهناخده كوبي بالشكل ده كده ونروح على موقع نانو بنانا تاني، وهنروح على أداة نانو بنانا تاني ونحط الوصف اللي احنا عملناه هنا، وبعدين نضغط على علامة الزائد ديت ونضيف صورة الشخصية اللي أنا عاوز أعمل بيها الصورة المصغرة اللي هي شخصيتي بالشكل ده كده. وبعدين نضغط على السهم ده هيبدأ يولد لي الصورة اللي أنا محتاجها. زي ما انت شايف النتيجة عظيمة جدا 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 جدا، بنفس التفاصيل بنفس الملامح بنفس كل حاجة. بكل بساطة هتاخد الصورة ديت وتكتب عليها التكست اللي انت عاوز تكتبه، وبكده انت عملت الصورة مصغرة، ودي النتيجة النهائية للصورة المصغرة. دي أول حاجة ممكن تعملها بنانو بنانا. تعالى بقى نستخدم نانو بنانا في حاجة تانية، والتركية دي عظيمة جدا في نانو بنانا وبطلعها بشكل ممتاز جدا جدا جدا، اللي هي تعديل البوزيشن أو الرياكشن أو زاوية التصوير للشخصية. وتعالوا نعرف ازاي. يعني مثلا انا لو عندي شخصية زي دي وعاوز مثلا احولها للموديل ده، وبعدين اعمل كذا زاوية للموديل ده، مثلا اخليه باصص من فوق باصص من تحت، مربع ايده فارد ايده وهكذا. فانا بغير في الموديل زي ما انا عاوز زي ما انت شايف كده، وتعالوا نعرف ازاي مع بعض.
مثلا وليكن أنا عندي الموديل ده فعاوز أغير الوضعية بتاعته أو عاوز أغير اتجاه التصوير. فبكل بساطة هفتح موديل نانو بنانا، وبعدين هضيف الصورة بتاعتي اللي أنا عاوز أغير البوزيشن بتاعها أو الوضعية بتاعتها، وبعدين هكتب الوصف ده change hand pose اللي هو غير لي وضعية اليد، وكيب ذا سيم بيرسون اللي هو خلي لي الشخصية زي ما هي، وذا سيم ستايل خلي الستايل زي ما هو، وذا سيم لايت خلي اللايت زي ما هو، وذا سيم باك جراوند خلي الباك جراوند زي ما هي. غير لي الكاميرا انجل فقط اللي هو adjust camera angle to side angle، اللي هي السايد انجل اللي هي بين قوسين دي انت بتغيرها زي ما انت عاوز، انت عاوزها سايد انجل عاوزها توب انجل، اي انجل انت عاوزها انت بتكتبها هنا هيغيرها لك زي ما انت عاوز. فانا كتبت هنا سايد انجل اللي هي الزاوية الجانبية، وبعدين تضغط على السهم ده ونستنى النتيجة مع بعض. زي ما انت شايف النتيجة عظيمة جدا 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 جدا، الملامح زي ما هي وغير لي الزاوية بشكل احترافي جدا، ومثلا انا عملت كذا زاوية منهم الزاوية دي برضو زي ما انت شايف، فبيديني نتائج عظيمة جدا في تغيير الزوايا. وكمان غيرت صورتي من الوضع ده للموديل ده بشكل احترافي جدا. ولو عاوز تعرف انا عملتها ازاي او البرومبت اللي انا كتبته ايه، اكتب اي تعليق تحت الفيديو وهبعت لك البرومبت الخاص بالصورة دي تاني حاجة ممكن نستخدم فيها نانو بنانا. طيب ايه الحاجة اللي ممكن استخدم فيها نانو بنانا تاني؟ اللي هي دمج الصور او صناعة المشاهد. انا عاوز اصنع مشهد معين او ادمج صورتين مع بعض او ادمج كذا حاجة مع بعض، وتعالوا نشوف ازاي مع بعض. يعني مثلا انا عندي شخصية او موديل زي كده وعاوز مثلا اغير اللبس بتاعه واخليه لابس بالطو ابيض مثلا وقميص ابيض وماسك ادوات كيميائية في ايده وواقف في معمل كيمياء. فبنمشي مراحل مع بعض. اول خطوة معانا بنغير في شكل الموديل اللي هو بنغير في شكل اللبس اللي احنا عاوزين نغيره. فانا عاوز اغير شكل الموديل بالشكل ده كده والبسه اللبس اللي احنا قلنا عليه. فبكل بساطة انت عندك طريقين، اللي انت تكتب اللبس اللي انت عاوزه بالتفاصيل اللي انت عاوزها، وده مش هيكون دقيق جدا عشان انت مش هتكتب البرومبت بشكل صحيح 100%. عاوز تكتب البرومبت بشكل صحيح 100% فانت هتروح تجيب صورة مشابهة بلبس مشابه للي انت عاوز تلبسه للشخصية. مثلا وليكن شخصية زي كده لابسة نفس اللبس اللي انا عاوز البسه للشخصية بتاعتي. فبكل بساطة هاخد الشخصية ديت واروح على موقع تاني اسمه Image Prompt، هدخل الصورة هنا للشخصية بالشكل ده كده، وبعدين اضغط على Generate Prompt هيولد لي وصف للصورة ديت بشكل احترافي. هاخد الوصف ده واروح على نانو بنانا، هضيف صورة الموديل بتاعي اللي انا عاوز اغير له اللبس بتاعه بالشكل ده كده، وبعدين هضيف الوصف ده هنا بالشكل ده. زي ما انت شايف لبس لي الشخصية بتاعتي نفس اللبس اللي كان موجود في الشخصية الأولى بالشكل ده كده. يبقى كده أنا أول خطوة عملتها اللي هي تعديل لبس الشخصية. بعد كده هنروح للخطوة التانية اللي هي دمج المشهد أو دمج صورتين مع بعض. مثلا أنا عاوز أدمج الشخصية ديت في مشهد أو في معمل كيمياء اللي هو معمل الكيمياء ده، عاوز أدمج الشخصية دي هنا. فهروح على النانو بنانا بالشكل ده كده واضغط على علامة الزائد واضيف الصورتين بتوعي اللي هي صورة الموديل وصورة الخلفية اللي هي معمل الكيمياء، وبعدين اكتب له ادمج له الصورتين الشخصية مع الخلفية، وبعدين اضغط على السهم ده كده. زي ما انت شايف النتيجة احترافية جدا 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 جدا. كذا حاجة انت ممكن تستخدم فيهم نانو بنانا. لو عايزين نعمل جزء تاني واستخدامات تانية لنانو بنانا في مجال الجرافيك وبعض التريكات اللي ممكن نعملها بنانو بنانا في مجال الجرافيك اللي هتفيدك جدا في عملية التصميم وكمان المونتاج، اكتبولي في الوصفة عاوزين جزء تاني. بس كده، سوشيال لايك والاشتراك في القناة، وبس كده في أمان الله.